بصوا يا بنات، دي الفلوس اللي اتبقت مني طول اليوم من الدروس ومصاريف العيال، اللي هما كام بقى؟ 20 وخمسة وخمسة اهي يبقوا 30، ودول 3 وكده اهو. دي الفلوس اللي معايا، عايزين نعمل بيهم اكل. هنعمل بيهم اكل ايه؟ تعالي نشوف سمسمة هتدبر وهتعمل ايه. يلا تعالي معايا اتفرجي على الفيديو، هيعجبك قوي 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 قوي. يلا بينا. تعالوا نصلي على النبي، وكل من ليه نبي صلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا انا بكمل بقيه الفلوس اللي انا كنت بعدها قدامكم. هي كانت في حدود 45 جنيه. فانا لقيت البصل غالي، كان ب20 و25. فانا جبت توم، هعمل اكل النهارده كله بالتوم بتاعي. دقيت كده راس تومه كبيره وحطيتها في حته سمنه حلوين. وجبت ب20 جنيه فاصوليا بيضة زي ما انتوا شايفين كده. سلقتها على طول، ما نقعتهاش، سلقتها 3/4 سوا عشان هحطه الباقي مع الطماطم. عايزه اقول لكم وحشتوني قوي، ربنا يخليكم ليا وما نحرم منكم ابدا. كده انا بقلي التوم. طب انت هتطبخي يا سمسمه بالتومه من غير بصل؟ ما انا لقيت البصل غالي، اعمل ايه؟ وانا وريت لكم الفلوس في اول الفيديو. الفلوس كانت في حدود 45 جنيه او 46 جنيه، مش فاكره. فانا بوريكم ريحه التومه طلعت، بوريكم يعني اللي ريحه التوم طلعت كده. حطيت التوابل بتاعتي، حطيت فلفل اسود وحطيت كزبره وحطيت ملح مع التومه بتاعتي. طب انت يا سمسمه هتعملي فاصوليا بالتومه مش بالبصل؟ انا ان شاء الله هعملها بالتومه. زي ما انا بوريكم كده، انا قليت التومه كويس قوي، حط عليهم الطماطم. طب احنا يا سمسمه مش بنحب الاكل بالثوم. والله العظيم هتعجبك قوي 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 ان شاء الله. انا ما بقدرش اعمل حاجه الا لما اكون مجرباها، عشان كده بنزلها لكم بعد كده في الفيديو. انا كده خلاص عملت الفاصوليا بتاعتي. انا كده حطيت الطماطم، قليت التومه كويس، وبعد كده حطيت الطماطم، وبعد كده حطيت الفاصوليا. طب انت يا سمسمه بتقولي الفاصوليا 3/4 سوا، علشان الربع بتاع التسويه بتاع الفاصوليا هحطه مع الطماطم. انا ما بحبش اسبك وبعد كده احط الخضار بتاعي. لا، انا بحب الخضار بتاعي يستوي مع التسبيكه. بما اني كده ال 45 جنيه اللي معاكي يا سمسمه مش هيعملوا لك حاجه، انا كان عندي لسان عصفور حطيته بحته سمنه كده وواحده مرقه وحبه فلفل اسود وهشوحهم على النار. طب انت التومه بتاعتك دي التانية يا سمسمه هتعملي ايه بيها؟ ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان انا الاكل بتاعي كله هعمله بالثوم. كده انا هجيب حبه سمنه. انا كده خلاص بوريكم ان انا كمان عملت الرز. كان عندي رز وعندي شعريه، الحمد لله. عملت حله رز كده للعيال ولسان عصفور في الحله ديت. طب الحله في النص دي فيها ايه يا سمسمه؟ حطيت حبه سمنه وحطيت واحده ورق لوري وحبه طماطم. طب دي ايه دي يا سمسمه؟ دي انا هعمل بيها حبه ملوخيه. قليت حبه تومه كده عشان ما عنديش شوربه يا بنات. فانا عملت حبه تومه كده واحده مرقه والتوابل بتاعتي، وهقلبهم كويس قوي. بعد كده هزودهم ميه سخنه، هي دي الشوربه بتاعتي اللي هعمل فيها الملوخيه. طب انت كمان هتعملي ملوخيه؟ ما هو انا عندي ملوخيه ناشفه كمان الحمد لله يعني. فطب انت جبتي ايه بال 45 جنيه يا سمسمه؟ جبت بيها الفاصوليا، وجبت بيها الطماطم، وجبت بيها لو كنت عايزه توابل او عايزه حاجه. فببقى ايه مثلا مرقه كده، بس حاجات بسيطه يعني. وبقيت الحاجة عندي. قليت التومة كويس، هحط فيها كده المية المغلية زي ما انتم شايفين من الكتل، وهسيبها تغلي كويس جدا. دي الشوربة بتاعتي اللي هعمل فيها الملوخية. طبعا انا سايبة حبة بسم الله الرحمن الرحيم حبة توم، عشان ايه؟ هعمل بيها التومة بالكزبرة اللي هحطها فوقيها. بصي يا بنات، اقعدوا قلبوها كويس كده علشان الملوخيه الناشفه بتقعد على النار اكتر من الملوخيه اللي هي الصبحه. الصبحه اوعي تغليها، اللي انت بتقرطفيها دي. لكن الناشفه بتقعد ايه حبه حلوين كده على النار، تقعد تتغلي 5 دقايق مثلا. انا كده خلصت الفاصوليا بتاعتي، حطيت لها واحده مرقه اطعمها بس عشان هي ارداحي من غير يعني اي لحمه اي لحوم. وكده خلصت الاكل بتاعي. كده ملوخيه، انا بوريكم ملوخيه وكده. دي التومه اللي بالكزبره بحته سمنه حلوه كده وحبه فلفل اسود، دي اللي هحطها فوق الملوخيه بتاعتها. كده احنا خلصنا، عشان تعرفوا بس ان الواحد بيعرف يدبق اي حاجه تاكلي بيها ولادك. فبتعرفي تدبقي، يعني الست الشاطره هي اللي بتعرف تدبق اي اكل. الملوخيه بتاعتنا خلصت، وحطينا التومه بتاعتنا
وخلصناها. كمان لقيت عندي طماطم ناشفة قطعتها كده، احط عليها حبة كمون جنب الاكل. كده خلصنا. لقيت طماطم عندي ناشفه في التلاجة، طلعتها وقطعتها كده زي ما انتم شايفين يا بنات، وحطيت عليها كمون وخلاص. على كده الاكل بتاعي حطيت عليه حبه سكر عشان بس ايه يبقى طعمه مسكر كده ويبقى طعمه حلو، العيال يعرفوا ياكلوه. كده خلصنا. انا بحضر الاكل بتاعي، انا بس بوريكم الهدف من الفيديو دوت، اني لو بفلوس قليله هشوف ايه اللي عندي وادبق واعمل اكل لاولادي. يعني مش هتصرف اقول لا انا معيش غير 40 جنيه، هيعملوا ايه ال 40 جنيه؟ قبل ما تتصرفي وقبل ما تتكلمي دوري على اللي في بيتك الاول، وشوفي انا عندي كيلو رز، اعمليه جنب مثلا، اعملي حبه يعني بال20 جنيه، هاتي ب20 جنيه عدس اصفر، واعملي حتى كشري اسكندراني، يعني حاولي الموجود تعمليه. ده الهدفي من الفيديو، ورب الكعبه مش اكتر. طبعا عيالي بيفضوا الاكل، انا اكيد بلم المواعين وبغسل في المواعين. خلصنا اكلتنا وخلصنا سفرتنا، عملنا ملوخيه ناشفه وعملنا فاصوليا، طب خضار يعني قصدي فاصوليا بالطماطم، وعملنا حبة رز والعيش بتاعنا وحبة بتنجان وحبة طماطم متقطعة ومحطوط عليها حبة كمون. خلصنا سفرتنا. يا رب سفرتنا تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك. لو عجبك الفيديو اكتبي لي تعليق. انا بحبكم قوي، ربنا يخليكم ليا احلى جمهور سمسمة، وما نحرم منكم ابدا. عملت اكل اهو بال45 جنيه، يا رب يعجبكم. مع السلامة.